طيب اخيرا بقى، بعد تألق محمد الشناوي مع النادي الاهلي وتألق عواد مع نادي الاسماعيلي، شايف ان فرصه احمد الشناوي وشريف اكرامي في انضمامهم للمنتخب والمشاركه في المونديال دلوقتي ابتدت يعني تتسحب من تحت رجليهم؟ يعني بمنتهى الامانه هو لسه الموضوع بدري. لسه قدامنا مثلا 5 6 شهور عشان هيكتور كوبر ينقي ويستقر. بس الراجل ده لو خد الناس دي بالمستوى ده، احمد الشناوي وشريف اكرامي ما بيلعبش، واحمد الشناوي بالمستوى ده وساب محمد الشناوي ومحمد عواد، يبقى كده عليه العوض في الكوره، وانت هتروحي بقى لان هيبقى فيه ظلم. الناس ديت بتبحث في الصخر زي ما بيقولوا، والتانيين دولت قاعدين، واحد قاعد مصيف والتاني قاعد اهو عمال من كل حته الاجوان بتخش فيه، ويروحوا يمثلوا منتخب مصر. لا والله يبقى حرام. شكرا ليك كابتن رضا عبد العال، نجم النادي الاهلي ونادي الزمالك.